وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا لباس المرأة. المرأة ما منعت من أي لباس، تلبس ما شاءت، لكن ما تنتقب، ما تلبس النقاب ولا تلبس القفازات. طيب هذا ماذا يدل على هذا؟ ماذا يدل هذا الحديث؟ لا تنتقب ولا تلبس القفازات، أنها في الأصل تنتقب وتلبس القفازات، إنما نهيت عنه هذا في العمرة وفي الحج بس. ما يجيك واحد يقول والله يا أخي لبس النسوان القفازات بدعة، ولا أبدا النساء كانوا يمشون مغطيات وجيههم. من قال لك ما هذا؟ إيش معنى النقاب هذا؟ لحظة، المراد ليش هب ما يخال، بس الشاهد يعني هذا يدل على أن النقاب معروف عندهم لا. ولا ثم عد نأتي، هل النقاب نقبين أو نقب واحد؟ اللي أعرف من حديث ابن عباس كان نقبا واحدا بس حتى ترى المرأة الطريق. المراد به بس للوقاية من السقوط ليس للجمال. ولا هذا مثل ما يقول بعضهم كم في الحناجر من خناجر، ومثل ما يقول واحد يقول والله لو ناخذ مثل البراقع الزينة ونحطها على وجه بقرة طلعت شحلاتها. إيه، لأنه بيخش كل شيء وبين العيون بس فقط، ولا تحت الله أعلم به. فعلى كل احنا بس نريد أن نعرف بارك الله فيكم، نعرف أن ليس هذا من البدع، بالعكس هذا من شرع الله عز وجل، أن المرأة تتستر إذا أرادت أن تخرج، تلبس القفازات وتلبس النقاب إلا أن تكون محرمة. ما العلة؟ الله أعلم. هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. احنا قلنا نؤمن بالغيب. أول وصف للمتقين في سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وهذا من الغيب. الرسول قال كذا، نقول سمعنا وأطعنا. وإذا كان أحد الصحابة يقول ما أدري لبعضهم أو يقول للتابعين: اتهموا عقولكم، اتهموا عقولكم. ولذا أقول وأكرر: إذا لم تفهم شيء ترى هناك من أعقل منك. لا تنتقد الأمور الشريعة، هناك من أعقل منك. أنظمة الدولة لا تنتقدها، لأنها غالبا ما وضعت إلا بعد دراسات ونظر وأهل خبرة. واضح؟ أنت بتفهم الفكرة، هذا قصور فيك، راح اسأل. أما على طول بتطبق رأيك على الكل، لا، هذا مو صحيح. نعم.